النهاردة هنملح مع بعض اللفت بطريقة بسيطة جدا وسهلة. ملحنا قبل كده مع بعض الخيار، والنهاردة بقى هنملح اللفت. ازاي نختار اللفتة اللي ما تكونش شايخة، ازاي نخليه يطلع احمر بالشكل ده كده، وازاي برضو ما يطراش معاكي في التمليح، يفضل ماسك نفسه لاخر واحدة في البرطمان. كل الكلام ده هنعرفه مع بعض. يلا بقى بينا نبدأ وصفتنا ونشوف هنعمله ازاي. اهم حاجة الفيديو لو نفعك او فادك او عجبك، متنسيش بقى الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل الوصفات اللي احنا بنعملها مع بعض. يلا بقى بينا نبدأ ونشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه في اختيار اللفت، لازم اللفته تكون كده متوسطه، ما تكونش كبيره قوي وتكون تقيله. لو انت بتمسكيها كده تحس انها تقيله. وتالت حاجه تكون الحمار من تحت يكون فاقع قوي. تمام كده تعرفي ان اللفته كويسه وتشتريها وانت مطمنه. بعد ما جبته وغسلته كويس قوي، هبتدي بقى اشيل الحته اللي من فوق واشيل اللي هي الشراشيب اللي من تحت دي، وابتدي اقطعه. طبعا التقطيعه براحتك، عايزه تعمليه مربعات صغيره تقطعيه الحجم ده براحتك خالص. بعد ما اقطعه هقطع الكميه كلها، طبعا هاخده وارجع في بوله كده كبيره واغسله كويس قوي بمطرح التقطيع. هنعمل بقى المحلول بتاعه. هنا انا جبت لترين من الميه، والميه هنا بتكون فتره. بعد كده حطيت اول حاجه معلقه من السكر، وكمان على رتين الميه هحط 6 معالق كبار من الملح، وابتدي ادوب كده الميه مع السكر مع الملح كويس قوي. بعد كده عندي بنجر، البنجر ده لازم تحطيه علشان يدي حمار لللفت، وكمان برضو حلو، يعني في ناس بتملحه وبتاكله حلو قوي. بعد كده انا هقطع كده بنجرايه كبيره، شرايح او قطع صغيره بالشكل ده كده، هحطهم على المحلول. كل الكلام ده هنكبه دلوقتي على اللفت. هجيب اللفت بعد ما قطعته وهحطه كده في برطمان التمليح اللي انت هتملحي فيه، وبعد كده هنزل بقى كب عليه المحلول اللي احنا عملناه بالميه بالسكر بالملح وكمان بالبنجر. لازم اهم حاجه، شايفين الميه حمرا ازاي؟ اهم حاجه تغطي اللفت، الميه تكون مغطيه اللفت، مينفعش الميه تكون قليله. بعد كده هغطيه واسيبه لغايه ما يبقى بالشكل الجميل ده. اخد بالظبط 3 ايام، والميه طبعا حمرا وجميله، يعني الميه اللي انا بشربها تتشرب جميله، طعمها حلو قوي. واللفت كده اتملح وطعمه جميل وحياه مظبوط. دي كانت طريقه اللفت. ملحناها في 3 ايام، كان جاهز وجاهز ان هو يتاكل واستواه جميل، مش لا ني ولا عادم ولا الكلام ده خالص. دي كانت وصفتنا النهاردة اللي عملنا فيها اللفت بطريقة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى تعجبكم، أشوفكم بخير، باي باي.